يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. وقبل ما أبدأ أحب أفكركم تصلوا معايا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش كمان تفرحوني بلايك للفيديو واشتراك في القناة. ويلا بينا بقى نشوف كمالة قصتنا بتقول ايه النهاردة. لقيت نوح نزع ايده مني مرة واحدة لدرجة ان انا كنت هقع، واتكلم بصوت يرعب وهو بيقف بعنف لدرجة ان كرسي مكتبه كان هيقع من كتر ما هو متعصب. وكذلك انا كمان كنت هقع لولا ما تمالكت نفسي واتكلم بغضب. حسيت ان هو رج حيطان المكتب. هو ايه اللي انت عملتيه ده؟ رديت بخوف. عملت ايه؟ زعق بعصبية شديدة وصوت اعلى لدرجة اني شكيت ان الشركة كلها هتتجمع في المكتب حالا، لدرجة اني كنت هعيط او بالفعل عيطت. ايه ازاي تمسكي ايدي وتعملي الحركات المبتذلة دي؟ رديت بصدمة. انا انا بعمل حركات مبتذلة يا نوح؟ رد بصرامة وعصبية. ايوه بتعملي حركات مبتذلة لما تمسكي ايدي وتقربي عليا بالطريقة دي اللي تخليني اشم ريحة البرفيوم بتاعك، يبقى بتعملي حركات مبتذلة. تقدري تقوليلي انا اقرب لك ايه علشان تمسكيني كده؟ رديت بتردد. خطيبي. ايوه يعني اقرب لك ايه؟ اخوكي، ابوكي، جوزك، حد من محارمك يعني؟ لا. رد بصرامة وعنف. يبقى آخر مرة تلمسيني أو تمسكي إيدي، فاهمة ولا لأ؟ جملته ما كانتش قصدها إن أنا ممسكش إيده قبل ما نتجوز، لأ، حسيتها بعيدة المدى، كأنه رافض قربي سواء دلوقتي أو بعد الجواز. بس علشان القلب بيهواه اختلقت له 100 عذر، من ضمنهم إنه فعلا بيقول كده علشان حرام وإن ما ينفعش أمسكه. بس ما كانش لازم يزعق قوي كده لدرجة ترعب وتوجع قوي كده. رديت وأنا بحاول أمسك دموعي واللي ما ساعدتنيش في ده عيني، بل بالعكس كأنها متفقة معاها ضدي. حاضر حاضر، مش هعمل كده تاني. رد بجمود كأنه مش شايفني ببكي أو كأني مش فارقة معاه. يلا علشان نجيب الحاجات اللي هنعوزها. مشيت معاه من غير كلام. خرجنا من المكتب بعد ما مسحت عيني وظبطت نفسي. مشيت جنبه علشان يبان فرق الطول المهول اللي بينا، واللي بيبين لي ان راسي ما قربتش حتى من كتفه، ده غير جسمه الرياضي واللي محافظ عليه واللي بيأكد لي ان ما جيش اي حاجة جنبه. خرجنا بس الطريق كان لبيتنا مش لأي مكان تاني، واتكلمت بصوت مبحوح من البكا اللي طنشه برضه. هو احنا هو احنا رايحين على فين؟ هنرجع البيت. ليه؟ علشان تغيري هدومك. بصيت لهدومي باستغراب ورديت باستغراب أشد. أيوة برضه. طب ليه؟ علشان ريحة البرفيوم اللي انت مغرقة نفسك بيها دي. طب وايه المشكلة يعني؟ مش فاهمة. رد وهو لسه منهمك في السواقة من غير ما يبصلي كالعادة. المشكلة انه حرام حضرتك. ليه يعني؟ دي حاجة بحبها، بحب ريحتي تبقى حلوة، فين الحرام في كده؟ حرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. فهمتي حرام فين؟ وانا هعمل ايه يعني؟ اسيب ريحتي وحشة؟ رديت بطفولية. ما انكرش ان خفت من كلامه، بس حبيت فكرة انه بينصحني. شفته وقتها كأنه بابايا اللي خايف على بنته من الحرام او الغلط. ليه ما كانش هادي كده في المكتب؟ يمكن لان هنا ما مسكتش ايده. بس ايه الفرق؟ الاتنين حرام. ليه ما تعصبش على دي كمان؟
رد بهدوء: محدش قال كده. حطي حاجة ما يشمهاش إلا اللي يقرب منك قوي، زي صاحبتك مثلا وهي بتحضنك، ولا أي حاجة، مش حاجة يشمها كل اللي حواليكي. طيب. سكتنا لحد ما وصلنا البيت، وأنا نزلت علشان أغير لبسي قبل ما أخرج من العربية. اتكلم وهو مازال باصص قدامه: البسي حاجة طويلة وبلاش بناطيل. بدون جدال وبتلقائية هزيت راسي وطلعت بدون ما أركز إن هو مش هيشوفني، وأنا بأكد على كلامي. طلعت أخدت شاور وأنا بحاول أفوق من البكا اللي بكيته. خلصت وخرجت ولبست درس كنت اشتريته مرة بدون ما ألبسه. كان لونه بني فاتح، فيه ورد صغير بلون الكشمير، وفي الوسط حزام كشمير. لبسته ولبست عليه هيلز كمحاولة إني راسي توصل لكتفه حتى، ورفعت شعري دي الحصان بدون ما أزود أي حاجة على شكلي ولا أحط برفيوم تاني. ونزلت ركبت جنبه وهو فضل يسوق، ومازال الصمت مغلفنا إحنا الاتنين. زعلانة منه من طريقته، بس عايزاه يتكلم، عايزة أسمع صوته اللي بيعمل خلل في دقات قلبي. عايزة أسمعه وهو بيتكلم معايا، عايزة أحس إن هو خطيبي فعلا، أحس إن هو أسبوع وهبقى مراته في بيته. يئست إننا نتكلم، فسندت راسي على الكرسي وسكت. معلقش. طيب على لبسي ليه ما قالش إن الدرس شكله حلو عليا؟ هو ما عجبهوش؟ طيب شايفه وحش عليا؟ بس شايف ايه؟ ده هو ما بصليش حتى. ليه ملتزم كده؟ ليه متدين كده؟ او ليه انا اللي بعيدة كده؟ طب ليه؟ طيب قلبي وقعني في اكتر واحد مختلف عني من كل النواحي. هو احنا في الطريق خرجني من سرحانه صوت الفون بتاعه. خرج الفون بتاعه وهو بيشوف مين اللي بيرن، وانا مازلت مراقباه بطرف عيني علشان ما ياخدش باله، او هو كده كده مش هياخد باله، ده هو تقريبا ناسي ان انا جنبه. اميرتي ده الاسم اللي ظهر على الفون، رافق الاسم الابتسامة اللي ظهرت على وشه، واللي ظهر معاها غمازة اخترقت لحيته اللي محلياه، ورافق الاتنين غيرة حرقت قلبي. وانا عمالة اتخيل مين اللي مسميها اميرتي، مين اميرته، مين؟ السلام عليكم، ازيك يا ست الكل؟ انا الحمد لله بخير طول ما انتي بخير. لا انا مش في الشغل. تمام، حاضر، الله يسلمك. خلص كلامه وانا مازلت بصاله مستنياه يتكلم، يقول اي حاجة، يعرفني حتى مين اللي بيكلمها ومسميها كده. وقبل ما اسأله فعلا، بعد ما الغيرة سيطرت عليا، لقيته هو بيتكلم ومازال عينه اتجاهها ما اتغيرش عن الطريق. ماما بتسلم عليكي. الله يسلمك. وطبعا مش هسكت على كده، اهو في اي حاجة اعرف اتكلم معاه فيها. هي عاملة ايه؟ الحمد لله على كل حال. كملي يا حور، كملي اهو. معلش اتكلمي انتي، وبعد الجواز هو هيتكلم ان شاء الله. حددتوا ميعاد العملية؟ لسه بنشوف الدكتور هيقول امتى. ربنا يقومها بالسلامة ان شاء الله. ان شاء الله. هو ايه البرود ده؟ لا بجد، ايه البرود ده؟ ده كأنه مغصوب عليا، كأن انا اللي طلبت ايده مش العكس. كتفت ايدي وانا ببص من الشباك بحزن. ليه كده؟ ليه المعاملة دي؟ او ليه مفيش معاملة اصلا؟ ليه اجابته على قد السؤال؟ ليه مش بيبادر باي حاجة؟ كلمة حلوة، نظرة، اي حاجة، انا راضية والله. وصلنا المحل اللي المفروض هنجيب منه شبكتي. دخلنا وهو سلم على صاحب المحل وطلب مني انقي اللي يعجبني. بكآبة بدأت فعلا اشوف الحاجات اللي الراجل عمال يعرضها بحماس
مش موجودة عندي أو عند نوح. اخترت دبلة وخاتم صغير واستكفيت. مش وقته إن أنا أشتري كل اللي أنا عايزاه. أصلا أنا مش بحب ألبس حاجة في إيدي مهما كانت إيه هي، بس دي شبكة نوح فعلى قلبي زي نسمة الهواء عادي. وإنما كمان هو عنده عملية مامته، فأكيد عنده مصاريف كتير، وأنا أكيد مش هتقل عليه يعني. قبل ما أبصله علشان أعرفه إن اخترت خلاص، سمعت صوته وهو بيوجه لي الكلام بهمس خلى قلبي يرفرف. هاتي اللي انت عايزاه. خلاص أنا نقيت وجبت. هاتي تاني. لا لا لا، أنا أصلا مش بحب ألبس حاجة في إيدي، كفاية كده. هاتي، حتى لو مش هتلبسيه هاتي شبكتك براحتك. ليه يعني؟ أنا جبت اللي أنا عايزاه. خلصت كلامي وطبعا ما سمعليش، ولقيته بينقي حاجات تانية مع اللي اخترته، حاسب عليهم بدون ما يسمعلي. ومشينا. ركبنا العربية وحط الحاجة في ايدي علشان نروح السنتر اللي هنشتري منه فستان الفرح. وقفنا بعد ما وصفت له المكان. نزل وانا نزلت وراه ودخلنا. البنت اللي كانت واقفة عارفة اني هاجي بعد ما كلمتهم على البيج بتاعتهم. اول ما شافتنا ابتسمت لنوح اللي ما بصلهاش اصلا. البسمة دي انا عارفاها كويس، هي نفس البسمة اللي ابتسمتها اول ما شفته، واللي دلت على اعجابي في وقتها، واللي اتغيرت بعدها باسبوع علشان ابقى هيمانة فيه فتترسم بسمة لوحدها اول ما اشوفه، واللي بقت بتدل على عشقي ليه. رحت لها وانا بحاول اهدى، ما هو مش ذنبها ان عنده كل المواصفات اللي تحبب اي بنت فيه. مش ذنبها ان ملامحه تخطف القلب قبل العين حتى في وسط الجمود اللي مستوطن على ملامحه. ومش ذنبي انا ان حبيته حتى وانا حاسه ان في حد تاني محتل قلبه. دخل قعد على الكرسي وطلع فونه يلعب فيه بدون ما يوجه لي اي كلام. وبكآبة اشد بدأت اشوف هختار اي درس علشان البسه. وفي وسط ما انا بشوف الدرسات، بعد ما فكيت شوية، بعد ما شفت جمالهم اللي خطفني، لقيته بيتكلم بعد ما وقف وهو بيتحرك ناحيتي علشان يوصل لي ويسيب مسافة اكتر من مترين. ما تجيبيش حاجة مفتوحة. اكيد مش غيرة يعني، بس تمام، انا اصلا مش بحب البس مفتوح. حاضر، ما تقلقش. وبلاش حاجة ضيقة. حاضر، تمام، اتفضلي. مش هو المفروض يختار معايا؟ يعني هو لازم ينقي معايا، صح؟ هما اللي قاعد وسايبني انا اللي بختار كأنه فرحي انا بس. في لحظة الدموع هجمت عيني، وعلى عكس العادي ما قدرتش امنعها. غريبة ان عروسة بتختار فستان فرحها للشخص اللي بتحبه وبتبكي بحزن. جملة غريبة مش لايقة على فرحتي اللي كانت موجودة وانا بتحرك علشان اروح له الشركة. جملة باين منها الوجع مش محتاج اي توضيح. جملة زودت بكاي اكتر لدرجة ان طلبت ادخل البروفة علشان اقدر اسيطر على البكا اللي هاجمني بدون اي رأفة اني معاه، او في مكان غريب بدون اي رأفة ان بختار فستان فرحي. حاولت اهدي نفسي واخترت فستان فرحي لوحدي وخلصت وطلعت له. لو خلصتي يلا بينا. مش حابب تشوفه طيب؟ في الفرح ان شاء الله. اتحركت بدون ما ارد عليه وانا نفسي ابكي. حاسب البنت بتاعت المحل. اتحركت بدون ما ارد عليه وانا نفسي ابكي. حاسب البنت بتاعت المحل واللي ما زالت هتاكله بعينيها وانا واقفه بجمود بدون ما اتكلم. خلص واخدني ومشينا. وصلني البيت وفي وسط صمت تام طول الطريق. مجرد ما نزلت من العربيه كان طار بيها بدون ولا اي كلمه. طلعت فوق وانا بمني نفسي انه مش عارف يتكلم معايا براحته
علشان أنا غريبة عنه. ما هو مش معقول أما أغصب على الجواز يعني. مش طبيعي حتى. إذا كان مبقاش فيه بنات بتتغصب، الراجل هيتغصب؟ عدى يوم واتنين وتلاتة واربعة، طول اليوم لوحدي بشتري الهدوم اللي هحتاجها. نازلة النهاردة لوحدي زي باقي الأيام. عروسة فاضل على فرحها أقل من أسبوع، نازلة لوحدها تختار لبسها، بدون صاحبة، بدون أم، بدون أخت، بدون حبيب، بدون حتى خطيب. كم من البؤس ووحدة غير طبيعي بالمرة. ولحظة واحدة حاولت أهدى فيها وأمنع الغصة اللي اتشكلت في قلبي، وقبل ما أسيطر فعلا لقيتني ولتاني مرة مش قادرة، وبدأت بالبكا فعلا في الشارع بدون إحساس. بقيت عيني عمالة تدور في وشوش الناس اللي بتبصلي باستغراب وشفقة، بتدور على أي حد يبقى جنبي الفترة دي، بس يبقى حد معايا وأنا بختار لبسي، يقولي أعمل إيه وما أعملش إيه، يقولي كفاية عليكي لف لحد كده، تعالي نشرب حاجة وبعدين نكمل، يشيل معايا الشنط اللي رميتها من تعبي. ها أنا مستاهلش الوجع ده والله، مستهلوش أبدا. كم من الوحدة اللي أنا فيها دي مستاهلش كم القهر اللي في قلبي ده. محدش جنبي، لا بابا ولا أمي اللي ماتت الله يرحمها، ولا حتى صاحبتي اللي كنت فاكراها هتقف في ظهري، ولا حبيبي اللي المفروض بقى خطيبي اللي ما كلمنيش ولا مرة ولا شفته من آخر مرة كنت معاه فيها. وفي لحظة وأنا ما زلت ببكي عيني وقعت على الدبلة اللي في إيدي. هو فين صاحبها؟ ليه مش معايا هنا؟ ليه مش جنبي؟ ليه مش حاسة بوجوده؟ وفي لحظة يأس خرجت الفون وأنا بضغط على رقمه علشان أرن عليه مرة وتلاتة لحد ما رد، ولقيته رد بعصبية وقال لي يعني ما ردتش مرتين يبقى أكيد مشغول. هو بدون ما رد على كلمة كنت بتكلم بحدة وأنا بحاول أخبي البكا اللي في صوتي من ردة فعله. عايزة أقابلك حالا، عندي اجتماع مش فاضي. معلش مش هعطل حضرتك كتير، 5 دقايق بالظبط وبأمشي. رد وهو بياخد نفسه بعنف ووصلني عن طريق الفون وبرغم المسافات. طب انتي فين؟ انا عند الكافيه اللي في المول اللي جنب الشركة. تمام، 5 دقايق وابقى عندك. تمام، في انتظارك. قفلت الفون وانا بلم الشنط وبتوجه للعربية علشان السواق يروحهم البيت قبل وصول نوح. ده بعد ما اتصلت بيه علشان يجيني. عم توفيق اول ما شافني اتفزع من شكلي واتكلم وهو بينزل من العربية بسرعة. مالك يا حور يا بنتي، بتبكي ليه؟ مفيش حاجة يا عم توفيق، ده بس من التوتر علشان الفرح قرب وكده. خير يا بنتي، ما تقلقيش وما تبكيش، كله هيبقى تمام. مش باين يا عم توفيق، مش باين. اسمعي مني بس يا بنتي، انتي طيبة وبنت حلال وجواكي ما زلت طفلة. صدقيني هتفرحي ان شاء الله، وبكرة تقولي عم توفيق قال. ان شاء الله يا عم توفيق، ان شاء الله. هستأذنك بس تروح الشنط البيت. طب وانتي يا بنتي؟ انا لسه هقابل نوح وبعدين هبقى اجي في تاكسي وخلاص. طب خلي بالك من نفسك يا بنتي. ما ردتش عليه وانا ببتسم له بهدوء. لمين؟ هخلي بالي من نفس المين؟ انا ماليش اي لازمة في حياة اي حد. اتوجهت للكافيه اللي قلت النوح عليه وانا بجمع تاني. مش سهل الاحساس اللي عايشاه، مش سهل ان احس ان لوحدي. احنا كدابين جدا. مين بيحب الوحدة؟ مين بيستحملها؟ احنا حتى لو بنحب الوحدة فمحتاجين حد نقوله اننا بنحب الوحدة. كان نفسي ماما تبقى معايا الفترة دي، كان نفسي. وعند الخاطر ده وبدأت في البكا بعنف وانا بخبي بقي بايدي بسرعة
علشان بعملش صوت. حاولت أهدى وأنا ببص على باب الكافيه، ولقيت نوح جاي. مسحت عيني وأنا ما زلت موطية راسي. جه وشد الكرسي وقعد بعيد عني، حط نضارته وفونه ومفاتيحه على الترابيزة وسكت. كنت عايزاني ليه؟ اتكلمي بقى، مش انتي حبيتي تنهي اللي ما بينكو؟ اتكلمي يلا. بس لحظة، هو ايه اللي ما بينا؟ حتى الدبلة في ايدي ملهاش اي تأثير في قلبه، بس ليها في قلبك انتي. فقت من سرحاني لما اتكلم بحدة. لا، ما هو انتي مش جايباني علشان اسمع صمتك، انا مش فاضي وكان في اجتماع مهم. قطع كلامه لما رفعت عيني وانا بخلع الدبلة وبحطها قدامه على الترابيزة بدون ما اتكلم او ابصله. رد باستغراب بعد ما شاف وشي اللي باين عليه البكا. هو انت كنت بتعيطي؟ لا، مفيش حاجة. امال وشك عامل كده ليه؟ عيني بس بتوجعني شوية. متأكدة؟ حاولت امسك نفسي وما بكيش تاني وانا بهزله راسي بهدوء تأكيد على كلامه. مسكت الدبلة حطيتها قدامه بهدوء وبدون ما ابصله علشان ما ابدأش في البكاء تاني. اتفضل. ايه ده؟ دبلتك. مش فاهم. بدأت كلام بدون اي احساس مني، بالدموع اللي غرقت وشي بدون ما احس. حضرتك مش لازم تضغط على نفسك وتخطبني. الحقيقة مش عارفة ايه اللي جبرك يعني، بس مش لازم. دبلتك اهي، مش لازم تيجي على نفسك اكتر من كده. كفاية عليك 5 ايام وجاي فيهم على نفسك. حرام عليك نفسك، وانا بحلك من اي ارتباط يخصنا اللي ما تمش اصلا. ويا ترى رد نوح هيكون ايه عليها؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. بس ما تنسوش، لو حلقة النهاردة عجبتكم دعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد أنزله. وهستنى رأيكم فيها أسفل الفيديو في كومنت. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.